بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام، معاكم مطبخ ام سمسم. النهارده هنطبخ البطاطا الحلوه دي. هتطبخي البطاطا الحلوه دي يا ام اسلام؟ هنطبخ البطاطا الحلوه دي. يلا تعالي بس معايا وشوفي وجربيها، والله ما هتندمي، والله منتهى الجمال. يعني حاجه كده خيال. الطبيخ بتاعها سكر. جربيه والله مش هتندمي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معايا طبعا بطاطين حلوين كبار كده. اعملي الكميه اللي تريحك. انا عملت بطاطين وعملت بطاطسايه. عملت بطاطسايه ليه؟ عشان عندي ابني ما بيحبهاش، فانا بضطر ان انا احط من دي ومن دي عشان ما نزعلش حد ونراضي كل الاذواق. تمام يا حبايبي، تمام. معايا دلوقتي بصلايه حلوه كده ناعمه، ومعايا فصين توم، ومعايا فلفل حامي، لو مش حابه بلاش، ده اختياري. البطاطا انا قطعتها، انا قشرتها وغسلتها وقطعتها مكعبات، هي والبطاطس زي بعض بالظبط. معايا كمون وفلفل اسود، ومعايا بهارات، ومعايا بابريكا. تعالوا بقى نشوف هنعمل الجميله دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا حله على النار فيها حبه زيت، تمام كده. وهنزل بالبصله بتاعتي اللي انا عاملاها ناعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصراحه البطاطا جميله جدا جدا في الطبيخ يا جماعه، زي السكر، بس جربوها والله هتعجبكم فعلا. احنا عندنا هنا بنعملها، وطلعت لقيت حماتي بتعملها ولقيت الاولاد بيحبوها جدا. وهي بصراحه جميله، وبصي يعني الصلصه بتاعتها بتبقى سكر كده. هنا معايا بصلايه على النار، انا هخليها بس تاخد لون اصفر خفيف، مش عايزاها تحمر غامق مني. تمام كده. اهي خدت لون اصفر اللي انت شايفاه ده كده. هنا انا هنزل بقى بفصين الثوم اللي انا مقطعهم صغير، وفلفل حامي، قرن فلفل حامي، ده اختياري لو مش حابه بلاش. تمام كده، بس هو بيخليها شويه حرقه بسيط يعني. هنا هي البصله اصفرت معايا اهو. هنا هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، الكمون والكزبره والفلفل الاسود وسبع بهارات وبابريكا. تمام كده. هنا بقى الريحه بتطلع بقى حاجه تحفه. انا مش هحمر التوم، انا مجرد بس ريحتها هتطلع معايا اروح على طول نزل بعد كده. تمام كده، تمام كده. انا هسيب الحاجه، هسيب الصلصه بتاعتي التحفه دي، ريحتها طبعا تجنن، عشان تستبك معايا. يلا بقى، ما تنسينيش بلايك لو وصلتي معايا لحد هنا، مشكوره. لو ما اشتركتيش في قناتي اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي. شكرا جدا لحبايبي اللي بيتابعوني من كل مكان. هنا نزلت بقى بالبطاطا بتاعتي والبطاطس، لو حابه بطاطا صافي ماشي براحتك، لو حابه بطاطس برده ما يضرش عادي، بس انا يعني حبيت جربتها وعجبتني وحبيت اشارككم معايا. هنا هسيبها عشان تستوي طبعا، لو وهدي النار عليها عشان تستوي كويس، تشرب من الصلصه بتاعتها. ولو حبيتي ممكن تزودي معلقتين او كبشتين شوربه. تمام كده. هنا انا شفتها، هنا كانت لسه شويه. هنا انا زودت لها يا جماعه كبشتين شوربه بالظبط. هي كده كانت مقربه يعني. تمام، تمام. هنا هي تمام كده، هي استوت. بصوا الريحه تجنن يا جماعه، وطعمها سكر، الصلصه بتاعتها سكر. جربيها كده والله ما هتندمي. ايه رايكم؟ ده شكلها النهائي. يلا بقى جربي معايا البطاطا الحلوه، بدل ما بنعملها حلوه لا، المره دي احنا بدل ما تسلقيها وتشويها، تعالي نعملها طبيخ. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.